إذ لم تستعدوا لهذه البطولة فإن الخصم لم يرحمكم، لأن المنتخبات القادمة هي الأقوى. سلام الله عليكم أعزائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو نحاول أن نلخص المباراة الأخيرة من التصفيات الآسيوية التي جمعت بين المنتخب اليمني والمنتخب الأندونيسي من تصفيات آسيا 2025 والتي ستقام في الصين من العام المقبل. ولا أطيل عليكم لايك واشتراك ويلا على الفيديو. أولا تعالوا أذكر لكم التشكيلة التي لعب بها المدرب محمد حسن البعداني أمام المنتخب الأندونيسي في الجولة الأخيرة من التصفيات. أتى في حراسة المرمى الحارس الكبير والمتألق وضاح أنور. أما في خط الدفاع أتى كل من سعيد العولقي وأحمد الحاج ومحمد وهيب ومحمد ناجي. أما عن ثلاثي خط الوسط فأتى كل من أنور الطريقي ومحمد المنصوري والميسترو والكبير والمهاري عادل عباس. أما عن ثلاثي خط الهجوم لمنتخبنا أتى كل من إمبابي اليمن محمد البرواني كظهير أيمن وعبد الرحمن الخضر كظهير أيسر واللاعب الموهوب عبد العزيز مصنوم كقلب هجوم. هذه التشكيلة التي لعب بها مدرب حسن البعداني أمام المنتخب الأندونيسي. هذه التشكيلة شهدت تغييران فقط عن آخر مباراتين لعب بها المنتخب للشباب. التغيير الأول أتى وضاح أنور بديل الحارس المصاب أسامة مكروف، وإمبابي اليمن أتى بديل القائد عصام ردمان. وقبل ما نبدأ بتفاصيل المباراة تعالوا نشوف لقطة للجمهور اليمني، وربي لقطة تثلج الصدر. تعالوا نشوفها. وشفنا الجمهور، والله جمهور يثلج الصدر. أنا أصنف هذا الجمهور هو أفضل جمهور في العالم. تخيل لو نملك منتخب كباقي المنتخبات العربية أو كباقي المنتخبات القوية، كيف يسبح هذا الجمهور. ألف شكر لهذا الجمهور الوفي لمنتخبنا للشباب. وبدأت المباراة وكان هناك ضغط متواصل للمنتخب الأندونيسي حتى الدقيقة 44 ليتم اقتناص الهدف الأول للمنتخب الأندونيسي. وبعدها بدقيقتين يعادل منتخبنا الوطني للشباب النتيجة عن طريق اللاعب عبد الرحمن الخضر بهدف عالمي. حصلنا على هذا الهدف بجودة ضعيفة. ايش نسوي؟ هذا الذي حصلنا عليه. تعالوا نشوف الهدف. وبهذا الهدف أنهى منتخبنا الوطني شوطه الأول بتعادل بهدف لمثله. وفي الشوط الثاني ظلت النتيجة كما هي حتى الدقيقة 90 ليعلن حكم المباراة صافرة نهاية هذه المباراة بالتعادل 1-1. وهنا يأتي منتخب أندونيسيا يملك 7 نقاط في رصيده، والمنتخب اليمني يملك 7 نقاط في رصيده، ولكن يتأهل المنتخب الأندونيسي بفارق الأهداف. أما منتخبنا هل يتأهل بهذه النتيجة أم لا؟ وبهذه النتيجة منتخبنا يحلق إلى العرس الآسيوي رفقا للمنتخب الأندونيسي. منتخبنا يتأهل كأفضل واحد من أفضل 5 ثواني. فألف مبروك للجمهور اليمني، وألف مبروك للمدرب محمد حسن البعداني، وألف مبروك للاعبين الذين قدموا. صح أن الأداء ضعيف وأن الأداء لم نكن نتوقعه، أداء ضعيف أمام المنتخبات الضعيفة. فألف مبروك للجمهور اليمني. وتعالوا هنا هاتوا لي المدرب محمد حسن البعداني. صح تأهلنا كأفضل ثاني، ولكن أداء المنتخب غير مقنع. أداء المنتخب الذي كان يتوقعه الشارع اليمني غير مقنع للأمانة، لأن القرعة أجرتنا مع منتخبات ضعاف. كنا احنا نظن أن نحن نفوز ب10 وما فوق، ولكن للأسف اكتفينا ب3 أهداف. على العموم الغاية الذي رحت لأجلها تم تحقيقها حتى ولو كانت كأفضل ثاني. المهم أن احنا تأهلنا إلى العرس الآسيوي المقام في الصين
2025. فلهذا أحب أن أوجه لك رسالة، أتمنى الاستعداد لهذه البطولة من ذا الحين. أتمنى الاستعداد بخوض مباريات ودية، بخوض تدريبات يومية. في هذه التصفية لا يوجد لا بهتان ولا تيمور الشرقية، سيوجد أقوى المنتخبات، لأنهم من تأهل في هذه المجموعة هي أقوى المنتخبات. إذا لم تستعدوا لهذه البطولة فإن الخصم لم يرحمكم، لأن المنتخبات القادمة هي الأقوى. فأتمنى الاستعداد لهذه البطولة حتى نكون بالعرس الآسيوي نحن المتصدرين، ونأمل فيكم الكثير والكثير. وفي الختام أتمنى أن الفيديو نال إعجابكم، لا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. كان محدثكم سلمان الحميدي، وألف مبروك. سلام.